أعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها. وذكرت منابر إعلامية روسية أن يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يوجد بين ضحايا تحطم هذه الطائرة مع 9 ركاب آخرين. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تيليغرام: كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقا للمعلومات الأولية، وقد قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. وبعدها أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت. وذكرت قناة آرتي عربية اليوم أن بريغوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ، حسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.